هو ده بالظبط اللي احنا محتاجينه دلوقتي. كفايه بقى غيبيات وتواكل. احنا لازم نطعم افكارنا بافكار الناس دول. ناس مين؟ اوجست كونت وسان سيمون وروبرت اوين. انت مش كنت معانا في المحاضره ولا ايه؟ لا كنت نايم، اصلي سهران امبارح في المجله لحد الصبح، قمت نمت. لازم افكار الناس دول تدرس على نطاق واسع، مش بس في الجامعه. احنا دايما بنسال نفسنا ليه الظلم اللي احنا عايشين فيه ده؟ ليه الفلاح بيشتغل ويعرق ويموت من الجوع، وصاحب الارض في قصره بيزداد غنى وثروه وجبروت؟ مفيش غير الايمان بالمجتمع، مفيش غير الاشتراكيه. بس انا قلت لك 100,000 مره بلاش الكلام في الموضوع ده يا علي. انت عايز واحد من ودان ابو السباع يسمعك، وبعدين نشرف كلنا في السجن. رمضان يا عم محجوب، والنوم على الاسفلت زي الفل. طز طز. احنا في السجن فعلا. صدقي من ناحيه والانجليز والسرايا من ناحيه تانية، والشعب بينهم مضغوط مش قادر يتنفس. قرش يا بيه والنبي يا بيه. قرش يا علي مرتبه. اديني قرش انت وخليه يوطي مرتبي والنبي يا بيه. تصريح خاطر لسان يا باشا البلاغ. هات البلاغ. هات 4.5. اغراق محصول الارز خوفا من تدهور الاسعار. يا سيدي ناس هناك بيرموا الاكل، وناس هنا مش لاقيين اللضا. يا بلد متناقضات النظام الرأسمالي. وبعدين معاك يا علي هنرجع تاني؟ ده انت المشي معاك بقى خطر. ما تقول له يا محجوب طز. وانت ما عندكش غير طز دي. طز هي الكسبان. يا الرضا قررت تشفي القلوب. يا احمد بدير. احمد يا بدير. ايه يا ابني؟ الله، ايه صوتي مش عاجبك ولا ايه؟ لا ابدا، بس عايز اتوضى. اصلي العصر حاضر. ما انت طول النهار بتتوضى، انت بتوضى الصبح. اصل بقى وانا داخل المدرج في المحاضره الرابعه. ايوه سمعتك كده. ايه كمان؟ خد. مين قرأ بلاغ النهارده بعد الظهر يا حسين؟ اخر الاخبار ان المسجونين وصل عددهم لاقل. والله لما يسجن البلد كلها ما وقعش. ما تنسوش يا جماعه ان الانجليز والملك ساندينه. ايه ده؟ ايه الورنيش الزفت ده؟ ابقوا اشتروا ورنيش ماركة النحلة احسن من ده بكتير. لكن كل الوطنيين اتحدوا ضده. فعلا وقدامكم صحفي وطني كبير. بعد ساعة هقابل زعيم سياسي خطير جدا، اخرج من عنده بشوية تصريحات للمجلة تتنشر من هنا ويتزعزع كرسي الحكم من تحت جدة ابو السباع من هنا. بس يا حصان ناقص حاجة صغيرة. ايه؟ كرافطة شيك عشان تمشي مع البدلة دي. المهم ان لجنه الطلبه لازم تساند القضيه بكل امكانياتها. ايه مفيش واحد فيكم عايز يسلفني كرافطة؟ خدمة للقضية الوطنية، بس شاطرين في الكلام، ولما يناديكوا الجهاد بتسليف الكرافطة ترفضوا؟ يا ناس، يا عالم، يا هو، ضحوا بكرافتاتكم من اجل عودة الدستور. غط رجلك يا حبيبي عشان تاخد هوا. محجوب يا عدو صدق اللدود، مالقيش عندك كرافتة شيك سلف؟ طبعا بكل ممنونيه. ايه ده؟ بتسمي دي كرافتة؟ دي مشنقة. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. طب ما تزقش. الإشارة واضحة زي الشمس، بتقول لك استريح انت وابعت الصحفي اللامع أحمد بدير علشان أعمل معاها حديث صحفي. علي ما لاقيش عندك كده كرافطة شيك؟ ايه ده؟ ايه البلاوي دي؟ كتب عن الاشتراكية وسيبها مكشوفة كده للرايح واللي جاي. أنا قلت لك 100,000 مرة إذا بليتم فاستتروا خشية أن يظبطكم مخبر بوليس نحو مجتمع غير طبقي يا حفيظ. اهو ده لوحده ب5 سنين سجن. علي يا علي يا بتاع الزيت، احبك يا علي يا بتاع الزيت. عاجبك فيه ايه؟ كلامه الحلو ولا عيونه العسلية؟ ما يحكمش علينا.
هناكل من كلامه ولا هنشرب من عينيه؟ اللي عمري ما شفته جاب لك فستان وقال لك خدي يا احسان البسي واتمتعي زي كل البنات، والله هرش في جيبه مره طلع جنيه وقال لك خدي هاتي حاجه حلوه لاخواتك. اخواتك يا كبدي المحرومين من الحاجه الحلوه. طب بلاش امك وابوك، بص لاخواتك دول اربع ارواح في رقبتك. ما هو ربنا ما عطاكيش الجمال ده كله عشان تبيعيه برخص التراب لتعالي الفقران. صحيح يا دنيا زحل، الخلفة فيك صنفين، صنف مسعد يتولد بالسعد لأهله، وصنف منحوس يتولد بالفقر والهم. يا ميلة بختنا يا ميلة بختنا. وما لقيتيش غير الفقر ده عمره ما نفعني بسجارة بنلين حتى. الدنيا مليانة جدعان مال وهدومها، فنجرية ولاد أكابر. في شرع مين ترفسي برجليك النعمة كده؟ يعني نشحت يا اخواتي ولا نسرق؟ طب والنبي لولا الملامة لا كنت رجعت الشغل تاني. اموت في البطاطا. حياة النبي الواد علي طه ده وفوت. انا بقالي هنا 3 سنين عمري ما شفت اجمل منها. يا شيخ جمال ايه؟ انت عارف امها كانت ايه؟ سلام سلم، الرجلين المرمر، الصدر، الوسط، بضاعة حلوة تتقل بالمال. أيوة، كل شيء وتمنه، كل شيء بالفلوس، الحب، المركز، الشرف. اديني فلوس اشتري لك الدنيا بحالها. ادفع يدفع لك العالم. امضاء، محجوب، عبد الدايم. 1933. هو البلطو ناقص بقى. ولا يهمك. خلاص يا ستي، ما بقاش فاضل غير بقعة صغيرة. خسارة تعبك فيه، ده بلطو قديم. يا ما نفسي يمون عيني اشتري بلطو جديد يكون شيك وحلو. القيافة والشياكة حاجات تافهة، لا تزود ولا تنقص. المهم هو الإنسان نفسه، قلبه. طب وهو في مانع ان الواحد يبقى قلبه كويس ولبسه كويس؟ اشمعنى انت لابس بدلة شيك؟ بدلتي مش شيك، بدلتي نظيفة وده كفاية. المظاهر كلام فارغ، ملهاش لزوم ولازم تتعودي تدوسي عليها. ومالك خدت الحكاية جد كده؟ انا بس كنت عايزة اعرف بتشوفني ازاي رغم الفرق الكبير اللي بيني وبينك؟ انت لسه عندك شك في حبي ليكي؟ كل الفروق اللي بين الناس النهارده لازم تزول، وهتزول في يوم من الايام. على فكرة انا خلصت قراية الكتاب اللي اديتهولي. رأيك فيه ايه؟ هايل مش كده؟ اقول لك الحق من غير ما تزعل، ما قدرتش افهم منه الا حاجة بسيطة خالص، يا دوب طشاش. الله، ليه؟ تقيل قوي، صعب، كله آراء وأفكار وفلسفة، وأنا ميالة للكتب اللي بتوصف الحياة، العواطف، الطبيعة. الحياة كمان فيها أفكار جنب العواطف والطبيعة. الحقيقة إني بحس وأنا بقرا كتاب زي مجدولين، زي ألان فيرتر، إني بقرا شعر، بسمع موسيقى. عارفة أهم حقيقة إيه؟ إيه؟ إني بحبك. وأنا كمان بحبك.
اتأخرت ليه؟ الشغل يحكم. خد. تشكر. عمال احوشهم لك بقالي جمعة، دول اكتر من 50 جوز. ما عدمكش. هديكي فوقهم بقى 20 ساخ. يفتح الله، يا 3 زي كل مرة يا بلاش. 3. سي محجوب افندي، انت يا دوبك نزلت من هنا وجالك واحد من القناطر بيقول لك ان ابوك عيان جدا وعايزك تسافر له الليله ضروري. طيب كلها 4 اشهر واخد الليسانس. تصوري يا احسان بعدهم يوم بيوم. امال انا اقول ايه بقى وانا لسه؟ على فكرة ناوية تعملي ايه بعد ما تاخدي البكالوريا السنة دي؟ والله ما انا عارفه. لازم تكملي يا احسان، لازم. اكمل؟ ايوه. ده انت متفائل قوي. وبعدين تشتغلي. انت فاكراني هحبسك في البيت؟ المرأة نص المجتمع، ومش معقول المجتمع يقدر يعيش ونصه قاعد عاطل مشلول محجوب. على فين؟ على القناطر، ووالدي تعبان شوية، ان شاء الله تطمن عليه. على اذنك. لازم تشيل. لا متشكر. اوعى. مالك؟ في حاجة؟ لا مفيش. يعني كان اتلخبط ميزان الكون لو اتولدت في قصر، في فيلا من دول، وسط العز والفخفخة وابن أكابر. حظ. شوف المصيبة اللي جات لنا يا محبوب يا ابني. امتى حصل الكلام؟ امبارح الصبح صحي زي عوايته يا كبتي قبل الفجر عشان يروح الشغل. طب ساكت. جه الحكيم قال عنده شلل بعيد عنا. شلل؟ يعني مش هيقدر يروح الشغل تاني؟ شغل؟ ما خدوه لحم ورموه عظم. تعرف هيصرفوا له مكافأة كام؟ كام؟ 12 جنيه أول عن آخر. 12 جنيه يتعالج بيه ويعيش العمر اللي فاضل ويصرف عليا وعليه. محروف. الأمر لله يا ابني، البركة فيك انت بقى. شوف لك شغلانة وتصرف علينا. اشتغل ازاي يابا؟ والجامعة؟ احنا ناظرين على اكلنا يا ابني، اما هنقدر على الجامعة. اجيب منين 3 جنيه كل شهر؟ لكن ده حرام، حرام يابا. فاضل لي 4 اشهر بس، 4 اشهر واخلص واشتغل شغلانة محترمة. مين ضامن يا ابني تنجح؟ 100% يابا. مش هضيع دقيقة واحدة، هموت روحي في المذاكرة. لازم انجح ولازم اشتغل بعد 4 اشهر. تقدر تعيش بجنيه واحد في الشهر؟ جنيه؟ جنيه يابا؟ ده أجرة الأوضة في بيت الطلبة لوحدها بجنيه يا عالم. الجنيه ده هنوفره انا وامك من اكلنا. هي ما قالتلكش
المكافأة قد ايه؟ قالت لي كفاية عليا جنيه في الشهر، وانا هعرف برضه ادبرها. حاسب الواحد يا محبوب افندي، تعالى من هنا. ما تخافش، ما توحلنا واللي كان بقف الطويل العريض ده يسكن وياكل ويشرب ويشتري كتب 30 يوم بجنيه واحد. مش النبي يا فندم. امشي يا واد، ايش لما يقرشك. الحالة البنك خلت اهل البلد تمد ايديها بعد عنك. وبعيد عني ليه؟ بكره مد ايد انا كمان. ازاي بس الواحد يقدر يعيش بالشكل ده؟ العيشة ضاقت وزنات يا محبوب افندي. القط ثمنه في نزول. الحكومة ما بترحمش، حتى الفراخ بتحجز عليها. فراخ؟ حط راسكم في عشة فراخ. الجنيه ما يستحملش. مش ده سالم الإخشيدي؟ هو سالم نفيس العجانة، داخل في زوارق البهوات والبشوات بتوع مصر من يم كاتب ميس زيك كده. كان من زعماء الجامعة، خطيب من نار يشعل المظاهرات. مرة دخلوه مكتب الوزير وبعد نص ساعة خرج سكرتير لوكيل الوزارة قد الدنيا. ما تخافش على سالم ابن العجانة، ده ياكلها وهي والعة. سالم بيه، القناطر نورت بوجودك يا فندم. اشكرك يا محجوب ابن عبد الدايم يا فندم. ما تتصورش قد ايه انا فرحت لما عرفت ان سعادتك بقيت سكرتير خاص وكيل الوزاره. انا مش سكرتير، انا مدير مكتب سعادة وكيل الوزارة، درجة 5. والله تستحق اعلى الدرجات يا سالم بيه، كفايه وعلم واخلاص. لا ابن نفيس العجانة يبقى درجة 5 حكومة ودرجة أولى قطر، وأنا درجة جنيه واحد في الشهر ودرجة 3 قطر. يا قناطر يا بلدنا اختشي ووزع الحظ على أولادك بالعدل. مع السلامة. 40 قرش إيجار أوضة. هي خطبة الجمعة أصبحت دعوة صريحة للجهل والتخريف. لازم الوعاظ يفضل 60 قرش على 30 يبقى قرشين صرف عيون الناس على اسباب الجهل والتاخر والفقر والاستبداد، يرسموا للناس طريق خلاص. سلام عليكم يا مدبري شؤون الكون. اهلا يا ابو حميد. خلاص انتظروا المجلة من بكرة. سبق صحفي خطير يذيعه الصحفي الوطني الكبير أحمد بدير. كلام في سركم، أحزاب المعارضة كلها اتفقت على تكوين جبهة ضد حكومة صدي، وكلها كام يوم وتبدأ المظاهرات تطالب بعودة دستور 23 وسقوط الحكومة الغاشمة. وساعتها يا عم اتفرج على محسوبك. ما تنتظرش اي فايده من الاحزاب. الله، ليه بقى يا علي يا اخويا؟ الاحزاب دي كلها مين مكونها وبيقودها؟ البشوات، اصحاب الارض والفلوس. مفيش فايده، مفيش فايده الا بشوطه قويه تقلب الوضع ده كله وتغيره وتخلق مطرحه مجتمع جديد. انت بتحلم بالكتب، بتحلم بعرابي بمصطفى كامل. دول ماتوا يا عم. ايه رايك يا محجوب في الكلام اللي بيقوله ده؟ رأيي ان المشكلة تتحل بالنسبة لي لو بقيت غني وعندي فلوس. انت اناني يا محجوب يا عبد الدايم. اناني؟ يا عم فضوكم بقى من الكلمات الكبيرة اللي ما انتوش قداها. فاكرين نفسكم ايه؟ مسؤولين عن مصير العالم؟ طز، قاعدين تهلوسوا في أوضة متر في متر. فكروا في نفسكم بقى. واحنا ايه يا اخي؟ احنا مش جزء من العالم ده؟ يعني لو ما كانش شباب البلد يحس بمسؤوليته، مين يقدر يحس بيها؟ احنا لازم نقف ونسأل نفسنا احنا رايحين فين؟ على السجن ان شاء الله. بكره فكرك ان الكلام اللي قلناه في الأوضة دي مش هيروح حضر. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع العيطة. السلام عليكم. على فين؟ هرتب نفسي، هعزل من هنا أول الشهر. عزل؟ ليه يا محبوب؟ حد سألك؟ أنا أقدر أقول لكم بحسية الصحفية التي لا تخيب، وراء عزال محجوب من بيت الطلبة شاف له شوفة جديدة. فتشوا عن المرأة. متشكر. يا مسهل يا مسهل يا رب.
انت لك عندي الماظ حر 24 قيراط، وكل صنف طبعا وله ايه تمنه، والالماظ عمره ما اتباع ولا هيتباع بتمن الازاز. وانت بقى يا محترم وايه ومقدرتك تحت امرك يا عم تركي. يا ارض احفظي ما عليكي. تعالي يا حسين، تعالي سلمي على البيل افندي، ما تنكسفيش، ده جايب لك هديه الله يمتعه بشبابه على قد مقامك. مش كده يا محترم؟ حاجه كده مش قد المقام. الله، انت يا محترم انت. هما الخوجات في المدرسه ما علموكوش ان جمال الصبايا ينقصوا معقل ودين؟ يعني عاجبك كده؟ ابويا مش هيبطل الحاجات دي بقى؟ ما بطلها من زمان. ايه تاني؟ يعني عامله نفسك مش عارفه؟ تعالي شوف. ماله شاب النبي حرصه زي القمر، الهي يجعله من اسمتك ومن نصيبك. على الاقل جيبوا عمران مش زي سعالي بتاعك. يعني انتوا عايزين تبيعوني والسلام؟ بتمن غالي يا غاليه. البت اللي راضعه لبن امها تاخد انا ما انسانه يا ناس تديش. من دم ولحم، وما تتعبوش نفسكم، مش هتجوز الا اللي بحبه. وحياة من سواكي على دي الحسن، انطر حب ما يوكلك الرغيف الحاف يا غاليه. حاف حاف انا راضيه. هاودني ودينك لم تكسر لخياطر. مش ممكن تكون اللحمة دي من بيت الكلاوي أبدا. هو أنا تايهة عن بيت الكلاوي؟ أعمل لك كوباية شاي تهضم اللقمة يا أبو حنفي؟ اعملي له يا اختي خليه يهضم، انا هموت من الجوع. اما اروح ادور على 25 قرش تمن كتاب اللاتيني. يا بلد الو، انا سالم الرشيد. اهلا وسهلا سعاده البيت. يا سلام، طلباتكم اوامر للتنفيذ يا فندم. هو سيادتك بتتعب نفسك الا في الحق والعدل والانصاف يا فندم. ايوه حاضر، مع السلامه. اعوذ بالله منك راجل ضلالي. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. ايوه، اي خدمه يا محجوب افندي؟ والله انا كنت متردد في زيارة سعادتك، عارف مشاغلك ومسؤوليتك. خش في الموضوع، خش في الموضوع. طبعا انت مش غريب، والدي مريض مشلول بعيد عنك ورفضوه من الشركة. الو سالم. طز. اهلا اهلا عفت بيه، ازيك يا راجل؟ صندوق ديور يا سيدي، متشكر. 9 شارع المنيرة الدور الثالث. ميرسي، باي باي. ايوه كنت بتقول ايه يا محمود فندم؟ والله سعادتك معذور يا فندم. كمل موضوعك كمل. وانا طبعا زي ما سعادتك عارف في اخر سنة في كلية الاداب، مصاريف وملابس وكتب. فهمت. انت تعرف انجليزي وفرنساوي؟ طبعا يا فندم. خد كارت
الكارت ده تديه لصاحب مجلة النجمة، هو صديقي، هيساعدك ويدي لك شوية موضوعات تترجمها ويدفع لك طبعا. كده أكرم لك. ها؟ مع السلامة. اشكرك يا سالم بيه. أبوك السيرفيس وتمن كتاب اللاتيني يا ابن أم سالم 25 قرش يا ناس. مش ممكن يعني المجلة تديني حاجة تحت الحساب يا سعادة البيه؟ تحت الحساب؟ هي ايه؟ جمعية خيرية؟ دي مجلة يا محجوب أفندي، مجلة. سيجاريت مثلا؟ يا ملهلبة بنار الفرن يا بطاطا، كل يوم على الحال ده حاجة تفلق. فوق قوي في العلالي، مفيش مخلوقة في الدنيا تشوفه وتقول لا. وحياتك عندي ام دماغ ناشفه لا تقول لا. طب وحياتك انت عندي لا تقول اه. ايوه حتى والنبي يا عم. تعال هنا امشي. ما قلتلك هنقعد انا واخواتك على باب السيده ونقول بس بقى كفايه كفايه. هو الراجل ده ما عندوش شغله؟ ده مين ده اللي بتسألي عليه يا حسين؟ ابو عربيه سودا ده. اللي طول النهار طالع داخل بيها من الفيلا الخضراء. ده راجل مستوظف في الحكومة كبير قد الدنيا. اشترى الفيلا دي من الخواجة قبل ما يموت بقاله يجي شهرين. راجل غني قوي، عنده عمارات وابعديات وسرايات. الكنار اشترى مني علبة سجاير، حياة النبي اداني بقية الجنيه. اي والله العظيم. لما انت ليه بتسألي عليه يا حسين؟ لا ابدا ولا حاجه. قالوها حكمة. تروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ وديها مني نصيحة يا حسين يا بنتي، على قد لحافك مد ايه رجليك، واللي يبص لفوق يتعب. ما تنطحيش راسك في الفيلا الخضراء والعربيات والسرايات. سيبيها لصاحبة نصيبها، واحدة من أولاد الزواج. أمال إيه؟ ما ناس غلابة. عبيدك يا رب. أصغي إلي يا مارجريت ولنتكلم بصراحة. فراق إلى حين لا يكفي. أتريد مني أن أترك أرما إلى الأبد يا سيدي؟ يجب ذلك. أبدا، أنت لا تعلم إلى أي حد كم نحن متحابين. لا تعلم أن ليس لي صديق ولا أهل ولا عائلة، وأن أرما أقسم أن يكون لي كل هؤلاء. ولا تعلم أني مصابة بمرض قاتل، وأن ليس لي إلا بضع سنوات في هذه الحياة. هل أنت مستعدة لتضحية كل شيء من أجل ولدي؟ من أجل حبك لأرما؟ هيا يا مارجريت افعلي ذلك، وسيأتي يوم تعجبين فيه بنفسك باحترامك لذاتك. إنه رجل عارك الحياة الذي يكلمك الآن. إذا مهما فعلت المخلوقة التي سقطت لا ترتفع أبدا. ربما يغفر لها الله، ولكن العالم يظل جامدا، ولا تستطيع أن يكون لها بين العائلات مكانا. يا للمرأة المسكينة. مر يا سيدي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ إني مستعدة. يجب أن تقولي له إنك لا تحبينه. لا، إنه لا يصدقني. يجب السفر. إنه يتبعني. إذن قل لي يا سيدي، أتعتقد أنني أحب أرما؟ أحبه حبا شريفا؟ نعم يا مارجريت. أتعتقد أني وضعت في هذا الحب سعادة حياتي وشقائها؟
أعتقد ذلك. إذا قبلني يا سيدي، قبلني مرة كأنك تقبل ابنتك. ما كنتش متصور انك هتتأثري من المسرحية بالشكل ده. شفت غادة كاميليا اتعذبت قد ايه؟ جمالها بدل ما يسعدها كان نكبة عليها. النكبة ما كانتش في جمالها، النكبة كان في المجتمع اللي عاشت فيه غادة الكاميليا. مجتمع القيمة الوحيدة المحترمة اللي فيه هي الفلوس. لو كان المجتمع ده من نوع تاني كان غادة الكاميليا اتجوزت الشخص اللي بيحبها ويقدرها. مجتمع ايه يا علي؟ انت دايما تفكر بالطريقة دي. اكلمك عن غادة كاميليا تكلمني عن المجتمع، اكلمك عن نفسي وعن مشاكلي تكلمني عن المجتمع. سيبني لوحدي حيرانة. انت مش حاسس بيا يا علي؟ انا مش حاسس بيك يا حسين. انت ما تعرفش يعني ايه جوع، ما تعرفش يعني ايه اطفال صغيرين يباتوا جعانين. انا مسؤولة عن 4 اطفال. تصور لما اشوفهم هم بيمدوا ايديهم عشان يشحتوا وابقى مش قادرة اعمل لهم حاجة ولا عارفة اتصرف ازاي. وكل اللي بسمعه منك كلام عن المجتمع انه لازم يتغير 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 يتغير. ازاي يا علي؟ احسان انا عمري ما شفتك سيرة بالشكل ده. يا علي اسمعها مني لاخر مرة. سيب المجتمع شوية وحس بآلام الناس، بالبني ادم نفسه. حاول ولو مرة تعرف قد ايه بيتعذب وقد ايه بيتألم. انا حاسس بآلام الناس كويس، الناس كمجموع مش كفرد. انت شايله هم اخواتك وامك وابوكي، لكن الحل السريع اللي انت عايزه توصلي له مش هياكلهم ولا يشربهم ولا يامن مستقبلهم. فاهمه بقول لك ايه؟ المجتمع كله فقير ولازم نفكر في حل حاسم يحل مشكلته. لازم. ودي عايزه لها كام سنه يا سالي؟ 100 200؟ على العموم فكر لوحدك وغير المجتمع لوحدك، لكن انا خلاص ما اقدرش ما اقدرش. حسام حسام ياما انا اخاف الحلاوه ياما، انا جعان ياما. جعانين ياما. لسه ما اتبعناش ياما. عندكم اختكم اهي خليها تاكلكم. هات لنا بقرش حلاوه يا ابله. هاتي لقمتي هاتي لقمتي يلا هاتي لقمتي. والنبي انا عارفه اخرتها. هنقعد انا واخواتك قدام باب السيده ونشحت. هنشحت يا ست احسان، هنقول عشان عليك يا كريم. ما تتفضلي. ايه رايك في الفستان ده؟ حلو، اخترتولك بنفسي. وايه رايك في البلطو ده؟ شفته امبارح بس في فاترينة شوكوريل وقلت ده اتفصل مخصوص عشانك، عشان احسان. انت تعرف اسمي؟ طبعا انا اعرف عنك كل حاجه. شوكولاته. دي فيها خمره لكن لذيذه مش كده؟ خدي كمان واحده عشان خاطري. حاولت كم مره اكلمك لكن كنت بتكسفيني، وسالت عنك وعرفت ان باباك راجل طيب وخدوم، وبعت له مرسال و2 ووقعت في عرضه. شوكولاته. لكن كان يقول لهم انك بنت متعلمه ولازم تختاري بنفسك الراجل اللي قلبك يحب. ابويا قال كده؟ طبعا. شوكولاته. لكن اديك النهارده كسفتيني برضه. ليه؟ مش عايزه تقومي تقلعي وتجربي الفساتين والبلطو. تعرفي يا احسان، يوم ما شفتك قلت احنا الاتنين اتخلقنا لبعض، انت بجمالك وانا بثروتي. انت لازم تلبسي وتتمتعي وتعيشي في افخم سرايا خدم وحشم. نفسي اشوف الهدوم دي عليك يبقى شكلها ايه. قومي.
في هنا اوضه تلبس فيها على راحتك. تعالي. احترامي لملكة جمال الدنيا إحسان هاني. اسمحي. اتفضل. ملكة جمال الدنيا إحسان شحاتة. في صحتك، في صحتك. اشربي ما تخافيش. الشعر زي الحرير والشفايف زي الكريز. كريز؟ الكريز احلى فاكهة، ما سمعتيش عليها؟ لا، قريت عنها في الكتب بس. الكتب؟ اشربي يا شيخ في صحتك. حكم الكتب دي فيها حاجات كتير قوي من الصعب انها تتحقق. في صحتك. حاسه دماغي بتلف. خليها تلف. والدنيا بتتغير قدامي. ما تتغير الدنيا بس مش المجتمع. مجتمع؟ احنا مالنا بقى ومال المجتمع دلوقتي؟ يسقط المجتمع. يسقط المجتمع وتحيا إحسان شحاتة هانم. واسقط الخواجة كنت. مين خواجة كنت؟ انت ما تعرفوش؟ لا ما اعرفوش ولا عمري سمعت عليه. اهو ده عامل زي الكريز، تقرا عنه في الكتب بس. ويبيع ايه كنت ده؟ كلام ملوش قيمة. في صحة الخواجة كنت. في صحة الخواجة كنت. رحت في داهية يا خواجة كنت. يا مسهل. معاك حاجة تاني؟ لا يا ست. اتفضل يا حبيبي. يا ما انت كريم يا رب. عوضت صبرنا خير والنبي ده كله بركة دعاية. نعم بركة دعاكي. دعاكي ايه يا ولية؟ ده كله شغل.
والله جالك الفرج يا شحاتة، وهتقعد جنبي بجنبي جنب بهوات الحكومة. عزيزي علي، أنا مصدقة كلامك ومأمنة بكل حرف فيه، لكن اعذرني، الظروف أقوى مني. مش قادرة أقاوم وأمشي معاك في الطريق الصعب الطويل. مضطرة أتجوز واحد غني عشان أنقذ إخواتي من الفقر. سامحني يا علي، سامحني. حسين تعالي يا حسين، تعالي شوف القباش، شوف العظمه. حياة النبي انت تستاهلي تقلب دهب. اضحكي وفرفشي كده، ده انت بكره لما تتجوزيه تبقي هانم قد الدنيا. ويستتك ويسعدك. انت لسه شفتي حاجه؟ لا برضو يعني من عيله ولاد اصول ولا الزمن. ايوه حياة النبي. مش ممكن احسان تخون حبنا ابدا. انا عارف كويس لازم حصل لها حاجه. دي رابع مره ما جاتش، بقالها شهر اهو ما فيش منها ولا كلمه. رحت لها المدرسه لقيتها ما بتروحش، بعت لها جوابات ما ردتش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يا علي يا اخويا، ربنا عرفوه بالعقل. واحده عايشه في بيئه فاسده زي دي، معقول تكون شريفه في حبها؟ الله، كنت دايما بقويها على المجتمع اللي هي عايشه فيه وعلى البيئه بتاعتها. كنت دايما بطلب منها انها تقاوم وتتحمل لغايه ما تتخرج ونتجوز. كنت دايما بفكر في العش الصغير اللي هيجمعني انا وهي في المجتمع الجديد اللي هنبنيه بايدينا سوا. لكن هي كانت دايما تقول لي انت بتحلم يا علي، ازاي تقدر تغير المجتمع؟ صحيح انا بحلم يا احمد عشان عايز اغير المجتمع ده. انا بحلم يا احمد، قول لي يا احمد. انا بحلم. انت ناسي يا علي انك بعد كام يوم داخل على امتحانات عايز احتمال وذهن صافي. فين قوة ارادتك يا علي؟ الف مبروك. الكل؟ كل الشلة مبروك. انا الوحيد فيكم اللي حياتي مش هتتغير. صحفي قبل الليسانس وصحفي بعد الليسانس، بس هي فرصة عشان طلب علاوة. مالك ساكت ليه؟ ما ترد ايها الزعيم المنتظر. انا مش شايف قدامي ولا حزب جد قايم على مبادئ عشان انضم له. اعتقد ان افيد شيء دلوقتي ان الواحد يقبل اي وظيفه ويكمل دراسته، ياخد الماجستير على الاقل. وفي نفس الوقت هكتب في الصحافه، مش ضروري باجري، المهم ان اكتب، اعبر، اقول للناس اللي انا عاوز اقوله. انا بقى لو ما لقيتش وظيفه الجح هياكلني، انا امي الغلبانه وابويا المشلول. سالم بيه موجود؟
هنلاقي احسن من ابن سعادتك للوظيفه. دي الوظيفه هتتشرف يا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. خير يا محبوب يا فندم. صباح الخير يا سالم بيه. خدمه تانية؟ انا الحمد لله اخدت الليسانس بقالي اكتر من شهر. مبروك يا سيدي. بارك الله فيك وعليك. انما بقى زي ما سعادتك عارف ان الليسانس من غير واسطه ولا شفاعه ارخص من ورقه اللحمه. حفيت على وظائف كتير ما لقيتش. بعدين؟ والله لولا توصيتك عند مجله النجمه اللي بتديني 50 قرش في الشهر لكنت نهايته. تصور يا سالم بيه انا عايش بال50 قرش دي بس. وبعدين؟ والله يا سالم بيه يعني مفيش حد قدامي غيرك، فأنت خير معين، فأنت فخر بلدنا وأستاذنا وملاذنا عند الشدائد. ما هو اتفضل. أنا سلمت أمري إليك يا سالم بيه. ما هو الوظائف اليومين دول مش سهلة، وانت تاخذنيش يعني شكلك كده يا محبوب افندي ما يشجعش على الشغل، وامك مش غندورة. غندورة؟ هياش هانم من اياهم يعني تقدر تفتح لك السكة. هعمل لك ايه؟ انت فاكرني وزير؟ والله تستحق الوزارة بجدارة لو يقدروا الكفاءة والوطنية. اتفضل. انا عايز اساعدك فعلا، ادلك على الاقل. المطربة المشهورة الانسة دولت عاملة تسعيرة معروفة. درجة التامنة 20 جنيه، السابعة 30 جنيه، السادسة 40 جنيه، والدفع مقدم. دايرة اختصاصها السكة الحديد، وزارة الحربية، مصلحة التليفونات، شركة الكهرباء. السميعة والمعجبين كتير. بس طبعا حضرتك عارف ظروفي، انا ما اقدرش على شروط دولة هانم. طيب عبد العزيز بيه راضي، تسمع عنه؟ طبعا، اشهر من نار على علم. ده راجل له نفوذ كبير في وزارة الاشغال، بس نظير اتعابه هياخد نص مرتبك لمدة 2 سنين. انا موافق. راجل بيشكك، دلني عليها ابو سعيد. لا، لازم تستنى 1.5 شهر عبال ما يرجع. يرجع منين؟ من الحجاز. عبد العزيز بيه راجل صالح جدا ويعرف ربنا كويس جدا جدا جدا. يا ولاد الكلب اللي تاكلوها ولعه. بس انا عبال ما يرجع سعادته من الحج اكون انا يعني. انا جات لي فكرة. اكرام هاني من نيروز، الست المليونيرة، بكره الحفلة الخيرية اللي بتعملها كل سنة. تنزل دلوقتي تشتري تذكرة ب50 قرش. 50 قرش؟ كفاية، بلاش من التذاكر الغالية، وانا هقدمك ليها وربنا يسهل. مع السلامة. اسمع، تهندم نفسك شوية، بلاش البدلة اللي عليك دي. يا ولاد الكلب، اتمنى جفا من دول تعيشني برنس. هي دي الدنيا والا فلا. انت فين وانا فين يا دنيا الجمال والعز والفخفخه.
فين يا ام سالم؟ هاتي مجور العجين وتعالي شوف ابنك بيتمخطر بين الاكابر. احمد محجوب عبد الدايم في حفله اكرام هانم نيروز، ده مش معقول. يعني هي جت لحد عندنا وبقت مش معقول؟ طب وانت؟ انا صحفي حلو وتلاقيني في كل حته ومع كل الناس، افطر مع الحكومه، اتغدى مع المعارضه، اتعشى مع سر الحسن والجمال. لكن قول لي ايه اللي حدفك هنا؟ انا جاي مندوب عن مجله النجم. طب وانت قاعد هنا ليه؟ انت تعرف تشوف حاجه؟ تعال تعال. شايف الراجل المنشي اللي قاعد هناك ده؟ اشيك مضارب في البورصه. البلد تتهزم، الاسعار ترتفع من هنا وهو يغتني من هنا. اما دي بقى اللي ماشيه بتترقص آية في الدلال والبراءة. عليك نور، ما هي اخرى فاتحه شقتها للقمار والسيكابيكا. طيب واللي هناك دي ام صدر مرمر؟ اهي دي بقى يا حلو، بقالها شهرين بتجري على البشويه لجوزها. امال فين جوزها؟ قاعد هناك اهو، حته بقف محترم كله تقدير وافتخار لمجهودات الحرم المصون. ناس زي السمك الكبير بياكل الصغير. وتروح فين انت يا محبوب يا ابن عبد الدايم في وسط الدنيا دي؟ صحيح كلهم زيك حاطين المبادئ على الرف ودايسين الاخلاق بالجزمه، لكن هم من صنف ارقى، صنف اغنى. معاك ليسانس يا استاذ؟ طز، دول ياكلوك انت والليسانس اكل. سقف سقف. سيداتي أنساتي سادتي، اسمع بقى حكم الحيزبون. نحن نحتفل هذا المساء كغداتنا كل سنة باليوم العيد. عيد يا جدتي مش ايد. إن مساعداتكم القيمة بجمعياتنا قد ردت البسمات على وجوه وولدت حزينة ومنحت النور لعيون فقدت نعمات البصر. وليس هذا غريبا عليكم يا أهل الخير، يا أهل الفساد والقمار وشرب الويسكي الاسكتلندي دائما تعملون وأكل مال اليتامى لمن أجل نفسكم ولا ما إنما من أجل أوطانكم وأبناء وبنات أمتكم. هي بتخطب بأنهي لغة؟ وإذا كاتبينها لها بالحروف الأفرنجي لأنها ما بتعرفش تقرا عربي. نضحي بكل الوقت والراحة، فإنما لنتم ما بدأوا آبائنا وأجدادنا العظام الله يرحمهم، من كانوا عظام خدمات لهذا الوطن ورفعة جنوب وسعادة أهله. شكرا. Bravo, Alpêche. Merci. Merci. Félicitations, Altesse. Merci. في صبايا عيني
واتجوزك ليله واحده، لا ابيعك اللي وراك واللي قدامك. لو انك حيزبون فعلا ما يهمكيش الشكل. خلاص يا عم، انت وقلمك بقى. طريقك للوظيفة مفروش بالكلمات الحلوة اللي تعجب مزاج الهانم. خدام مزاج الهانم. صباح الخير يا محبوب يا فندم. صباح الخير يا عم حسين. في جواب علشانك. جواب؟ من القناطر. لا مؤاخذة يا محبوب يا فندم، شوف النهارده كام في الشهر، وصاحب البيت الله لا يوريك ما بيرحمش. حاضر يا عم حسين، كلها يوم ولا 2 والفلوس هتيجي حالا. إكرام هانم نيروز وعائلتها العريقة في خدمة الوطنية. عائلة عريقة في خدمة الاحتلال. مفيش فايدة، مفيش فايدة. الله ينكد عليك يا أحمد يا بدير، لخبطت كياني، إلهي لخبط كياني. أستاذ محبوب. مين؟ أستاذ محبوب. مين؟ حضرتك الأستاذ محبوب عبد الدايم؟ أيوة يا فندم. سالم بيه الأخشيدي بعيد لحضرتك، هو منتظرك في المكتب وعايزك تشرف عنده دلوقتي حالا. طيب دقيقة واحدة بس ألبس هدوم وأجي معاك. اتفضل. اتفضل. اهلا اهلا استاذ محجوب. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. استريح. اتفضل. سيجارة يا استاذ محجوب؟ عن اذنك دقيقة واحدة وافضلك خالص. ارجوكوا تسيبونا دلوقتي شوية، عندي اجتماع مهم مع الاستاذ محجوب. انا مشغول خالص، مش عايز حد ابدا يدخل لي، فاهمين؟ نولع اللمضة الحمراء. خير يا سالم بيه. استاذ محجوب، لقيت لك وظيفة. وظيفة؟ بس أنا لسه ما خلصتش مقال إكرام هانم نيروز. إكرام مين وبتاع مين؟ فضك يا شيخ. الوظيفة اللي بكلمك عليها لها باب تاني، باب أوسع وأهم. بهمتك يا سالم بيه، نفتحه وندخل. وتقعد متسلطن على مكتب درجة سادسة. سادسة؟ سكرتير. سكرتير مين؟ ما هو الإنسان يا محجوب يا أخويا له فرصة واحدة بس في حياته، فرصة واحدة بس. المهم بقى الفرصة دي بتحتاج للباقة والكياسة والمفهومية والفتاكة. كان على الفتاكة أنا يعني كده كده. قول لي بقى. نعم. مش عايز تخش دنيا؟ دنيا؟ دنيا ايه؟ تتجوز يعني. اتجوز؟ على سنة الله ورسوله. ايوه ما قلناش حاجة، بس مش لما تلمع الوظيفة الأول؟ طب وإذا كانت الوظيفة والجوازة حاجة واحدة، يعني لازقين في بعض. لازقين في بعض؟ هي الوظيفة ايه؟ محترمة جدا. هنا عندنا في الوزارة سكرتير قاسم بيه فهمي، نفس الوظيفة اللي أنا كنت فيها قبل ما اترقى وابقى مدير مكتبه. والجوازة الجوازة هنا برضو. هنا هو؟ أصل العروسة تبقى قريبة قاسم بيه. دي لازم قردة بايرة وعايزين يلزقوها لك يا عم محجوب. قريبة قاسم بيه خبط لزق؟ يعني تقدر تقول
من بلدياته. نزلنا درجة. بلدياته من بلده نفسها؟ يعني برضه تقدر تقول كده من معارفه. الله، امال فين بقى المفهومية والفتاكة واللباقة؟ بالاختصار صديقته. ونزلنا أسفل السافلين. ما تقولها بصراحة يا ابن أم سالم، عشقته. قلت ايه يا استاذ محبوب؟ والله مش ممكن تديني فرصة أفكر؟ ما قلت لك يا محبوب يا اخويا، الفرصة تيجي مرة واحدة وما بترجعش تاني. ده 1000 واحد منتظرين يتمنوا يتجوزوها، واحنا عايزين نفرح النهاردة ضروري. النهاردة من غير تأخير يوم واحد. هي يعني يا اخي انت مخك كبير وشاب مثقف، يهمك ايه اذا كانت ولا ما كانتش؟ الحاجات دي سيبها للجهلة، لفلاحين بلدنا. انت هنا في القاهرة معاك ليسانس. القاهرة والليسانس الشرف. طز. سرحت في ايه؟ مسألة واضحة زي الشمس، مش عايزة تفكير. يا مبروك يا يفتح الله. مبروك يا سالم بيه. اسلم فمك. انا برضو كنت متأكد من ذكاء وشهامة ابن بلدنا. نفس العجينة يا ابن نفيسة. خد يا عم 20 جنيه دول، تروح تشتري لك بيهم بدلة وجزمة وشرابات وقمصان ولوازم الدخلة بقى يا عريس. وعلى الساعة 6 العصر تشرف عندي في البيت، تشوف عروستك وتكتب الكتاب وتشرب الشربات. يا حضرة السكرتير الأفخم. اتفضل صاحب البيت. اهلا بعريسنا. اخرت ليه يا راجل؟ ده المأذون هنا من الصبح. مأذون؟ امال تعبان مقدمك لعروستك واهلها.